مساء الخير. أنا دكتور عمر حجازي، دكتور بيطري، أخصائي جودة ومراقبة تغذية ومدير مختبر بيطري. اتكلمت مع حضراتكم في الفيديو اللي فات عن النودلز سريعة التحضير والإندومي وحقيقة المخاطر والكلام الكتير اللي بيتقال حواليها. حابب أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن إزاي هنفرق ما بين اللحم الطازة واللحم المستورد، ما بين الكبدة الطازة والكبدة المستوردة. مبدئيا الكبدة الطازة الغشاء اللي موجود حواليها لما نيجي نشيله من عليها هنشيله بصعوبة مش بسهولة. فرق تاني نقدر نفرق بيه ان الكبده المستورده لما بنيجي نغسلها هنلاقي ان بينزل منها سوائل محمره كتير قوي، ونلاقي ان لونها بقى باهت اكتر من الاول، عكس الكبده الطازه مهما تغسل فيها لونها هيفضل ثابت معاك. في اختبار بسيط نقدر نعمله في البيت برضو نميز بيه ما بين نوعين الكبده دول. هنضغط بصبعنا على قطعه الكبده، لو هي مستورده اول ما تشيل ايدك هتلاقي ان في حته منخفضه فضلت زي ما هي، في بصمه انت حطيتها على قطعه الكبده دي. لكن لو هي طازه اول ما تشيل ايدك هتلاقيها رجعت لاصلها عادي خالص. الكبده المستورده برضو اول ما بنيجي نطلعها من الفريزر علشان تفك مع الوقت هنلاقي ان بينزل منها سوائل محمره كتير برضو. تعالوا بقى نتكلم عن الفرق ما بين اللحمه الطازه واللحمه المستورده برضو. اللحمه المستورده زيها زي الكبده المستورده، اول ما بتطلع من الفريزر علشان تفك برضو بينزل منها سوائل محمره كتير، وده اللي بيخليها تقل في الحجم اثناء وبعد عمليه الطبخ. فرق تاني اساسي هو موضوع الدهون. الدهون او الدهن في اللحوم الطازه او اللحوم البلدي هنلاقيه متوزع ومتداخل مع اللحمه عادي خالص، لكن اللحوم المستورده بنلاقي ان معظم الدهون اللي فيها متشاله اساسا علشان يأهلها انها تتخزن لفترات طويله. طب من ناحيه اللون يا دكتور عمر، اللحمه الطازه او البلدي هنلاقي ان لونها احمر فاتح والدهن اللي موجود فيها ابيض وفيه سنه صفار صغيره، لكن اللحم المستورد بنلاقي ان لونه غامق ومدي على بني شويه بسيط. اللحوم المستورده بعضها بيكون فيه ريحه معطنه بسبب ان شويه الدهون اللي اتبقت فيها اتاكسدت بسبب طول فتره التخزين. فرق تاني هنقدر نميز بيه هو طول فتره السوى. اللحم البلدي او الطازه ما بياخدش سوى زي ما حضراتكم عارفين، لكن طبعا لو كانت لحمه عجوزه او كبيره في السن هيستهلك مننا وقت كتير طبعا. واللحم المستورد من الطبيعي ان هو ياخد مننا اكتر من ساعتين علشان يتطبخ. حاجه تانية هنميز بيها هي الشوربه. الشوربه بتاعت اللحم المستورد بنلاقي انها متعكره ومليانه شوائب، عكس الشوربه العاديه خالص بتاعت اللحمه البلدي او الطازه اللي كلنا بناكلها. هل انا جاي اقول لحضراتكم ما نشتريش لحمه مستورده؟ لا، انا جاي احذر حضراتكم من غلطه كبيره كلنا بنقع فيها. سواء كنت بتشتري لحم بلدي او طازه او مستورد او مجمد، كل ده ما فيهوش مشكله، طبعا بشرط انك تكون شاريها من حد موثوق فيه ومن مكان تحت اشراف بيطري. لكن اللي انا جاي احذر حضراتكم منه تاني رغم ان انا ذكرته في فيديو قبل كده، اوعى 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 تشتري لحمه مفرومه جاهزه من اي مكان من ايا كان النوع اتقال لك عليها دي بلدي دي طازه دي مستورد دي مجمد. ليه؟ القصه كلها محتاجه مفرمه وشويه بهارات علشان تداري اي ديفوهات موجوده في اللحم. اللي جاي اقوله لحضراتكم زي ما ذكرت قبل كده، خد قطعه اللحم بلدي طازه مستورد مجمد، ويا اما تفرمها في البيت عندك يا اما تروح تفرمها عند الراجل قدام عينيك. ليه بنقول كده؟ علشان تحافظ على صحتك وعلى صحه بيتك وصحه اولادك. لو في عند حضراتكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في التعليقات وان شاء الله هرد على حضراتكم في اسرع وقت، ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده واشوفكم على خير. سلام عليكم.